هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اتكلم معاكم. ان كل حاجة بتيجي في وقتها المناسب. طيب، ناس بتقول لي لا، مش بتتأخر ومش بتيجي في وقتها المناسب. لا، هي بتيجي في الوقت المناسب. مناسب لينا بالظبط. ولا هي جاية بدري قوي ولا هي جاية متأخر سيكا. لا، جاية مظبوطة. عارفين انتوا كده لما تلبسوا لبس ورايحين فرح ومتظبطين واخر شياكة، الحاجة بتجيلنا كده مظبوطة بالشعر. بس احنا اللي مش عندنا صبر، عايزين كل حاجة بسرعة. وساعات كتير بنفكر، هو انا الحاجة دي ما خدتهاش ليه؟ الحاجات اللي انت ما اخدتهاش ما كانش ينفع ان انت تاخدها. مش عشان مثلا انت حد وحش، لا، عشان ما كانش فيها خير ليك، عشان كده ما كانش ينفع ان انت تاخدها. والحاجات اللي انت اخترتها كان لازم هتختارها. يعني لو لف بيك الزمن وندمت على الاختيارات دي وتقول انا لو كنت مش عارف ايه كنت هختار بشكل احسن، لا، كنت هتختار نفس الاختيارات. ما كانش ينفع تختار حاجة غيرها او هتسيبها. لا، ليه؟ بمنتهى البساطة، لان ربنا سبحانه وتعالى كان عايزك تتعلم حاجة معينة فخلاك تختار ده. كان عايز يعني ناقصك كده شوية تفاصيل عشان تعرف تكمل حياتك فيما بعد. فتتعلم بقى الحكمة ايه اللي موجودة من التجربة اللي انت مريت بيها دي، وابتدي بقى ان انا احطها قدامي عشان ترشدني واعرف افكر طريقي اللي جاي همشيه ازاي، ولا افضل اقول يا ريتني وكنت وعملت وضيعت وقتي بقى في كلام ومهاترات. خلاص، اللي حصل حصل. هل انا مثلا هرجع بالزمن؟ لا. خلاص، يبقى اعتبر ان كل حاجة حصلت سواء انت كنت صح او غلط فيها، هي حصلت. انا مش هرجع فيها تاني. اتعلم كده ايه اللي حصل فيها من الصح وللغلط. وكل ما بنكبر كل ما بنبدأ ان احنا نعدل على افعال كنا عملناها في الماضي. نبتدي بقى ما نلومش نفسينا احنا ليه عملنا كده. اللوم مش هيرجع حاجة فاتت، بالعكس هيتعبك نفسيا وهيخليك في طاقة سلبية حواليك وجواك وانا ومش عارف ايه. طب هل انت ده هيخليك ان انت تتحرك خطوة ايجابية لقدام؟ لا، يبقى انت موصلتش لحاجة صح ليك انت. فانا جاي اقول لك لا، دور على نفسك، ما تدورش على حاجة انت اخترتها وندمت عليها. خلاص حصلت. ابتدي بقى اشوف انا كنت المفروض اعمل 1 وعملت 2. كنت المفروض ربنا عايز يعلمني 1 و2 و3 و4. خلاص اكتبهم نوتس، مش عيب على فكرة عشان ما ننساش. ان شاء الله حتى نعلقها في اي حتة، نحطها كده نوتس كده حتى على الموبايل. وابتدي ان انا افكر نفسي بيها ان انا لازم اعمل كذا. ما هو انا لو انا ما دربتش نفسي على ده، وان انا ابتديت اشتغل على كل حاجة انا المفروض كان ربنا بيعلمني منها وانا ما حطيتهاش قدامي ترشدني فيما بعد، خلاص يبقى ملهوش لازمه. انا كده ما اتعلمتش اللي ربنا كان عايزني اتعلم منه، هيحطني في نفس التجربه تاني عشان اتعلم. يبقى انت بتلف حوالين نفسك وبس. فلا، انت ما تدورش ان انت تلف حوالين نفسك. اكتب اللي انت اتعلمته وحكمه ربنا ايه من كل موقف انت مريت بيه، وابتدي حطه بقى عشان اكمل بيه، اكمل اللي هعمله بعد كده عشان ينفعني في حياتي وبس. وارموا ورا ظهركم، كل حاجة بسيطة وسهلة. باي باي.